السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا 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 بجد. جعلكم النهارده فيديو حلو قوي، كلكم طلبتوه مني، كلكم سألتوني عليه، بس للاسف انا كنت بمتحن الفترة اللي فاتت، مكنتش عارفة خالص ان انا اصوره لكم. هنتكلم عن ايه النهارده وهنعمل ايه النهارده. قبل ما نتكلم عن اي حاجه وقبل ما نقول اي حاجه، متنساش تعمل لايك شير سبسكرايب قناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. ما تنساش تنزل تحت تكتب دعوه لنفسك وكومنت لطيف شبهك علشان يوصل لكل الناس. يلا نبدا. شوف احنا هنعمل ايه ونتكلم عن ايه النهارده عشان ما نطولش، عشان الحاجه دي هتنزل النهارده في نفس اليوم. ناس كتيرة بدأت تسألني الفترة اللي فاتت عن الأجازة بتاعت نص السنة، وهنذاكر فيها ولا نريح وهنعمل ايه. طيب نذاكر فيها مكثف ولا على مهلنا ولا نعمل ايه بالظبط؟ جاية النهاردة علشان ارد على الفيديو ده وعلشان اقول لكم هنعمل ايه في تحدي ال7 ايام. تحدي ال7 ايام بالظبط كده زي ما انت شايف بالظبط. يلا نتكلم علشان ما نطولش مع بعض النهارده. نرد على اول نقطة خالص اللي هو هنعمل ايه في اجازة نص السنة، نريح ولا نذاكر. اجازة نص السنة انت واخدها علشان تلم اللي فات. اجازة نص السنة ما هي الا هدية كده ومش هتتعوض، اصل خلاص هو اجازة الترم الاول وبعد كده هنبدأ الترم التاني، بعد كده حضرتك هتمتحن بالظبط، فما فيهاش اجازات تاني وريستات تاني والحاجات دي تاني. طيب ايه فايدة اجازة نص السنة؟ اجازة نص السنة متسابالك او المدرسين كلهم، انا عارفة ان هم كانوا شغالين الفترة اللي فاتت شامل وكل الحاجات دي، فهم سايبينها كده كريست، بس عارفين ان انت كطالب ثانوية عامة خايف على مستقبلك تبدأ تلم كل اللي فاتك. يعني كل الحاجات اللي فاتتني كلها لمها في 7 ايام، بس انت مطلوب منك ان انت تلمها في 7 ايام عشان تبدأ منهج ترم تاني. ده لو ما كنتش اوريدي انت طبعا بدأت الترم التاني وخلاص، انت المفروض اصلا شغال الترم التاني والمدرسين مدينك اجازة علشان ياخدوا ريست من المجاميع اللي معاهم، وانت كمان تاخد ريست من كمية المعلومات اللي انت بتاخدها. يعني المفروض ان انا كده هذاكر. طيب نيجي للنقطة التانية، اذاكر كتير ولا قليل؟ انت بايدك تحدد ده. عايز تذاكر كتير، عايز تذاكر قليل، عايز تلعب، عايز تعمل اي حاجة انت عايزها، انت بايدك تعمل ده. بس من وجهة نظري ومن وجهة نظر اي حد كبير عنك ومر بتالتة ثانوي هيقولك انت لازم تذاكر كويس جدا في الاسبوع ده. الاسبوع ده مش هيتعوض، هو مرة واحدة بس في السنة، يا هتكسبه وهتستفاد منه يا هتقول يا ريتني ذاكرت الاسبوع ده. طيب تمام. نيجي بقى للحاجة الأصلية اللي أصلا عنوان الفيديو علشانها وهنبدأ نطبق عليها من بعد ما الفيديو ده ينزل بالظبط. طيب ايه هي الحاجة الأصلية دي؟ هو باختصار كامب ال7 أيام. ايه هو كامب ال7 أيام وايه فايدته وازاي هنقدر نمشيه وازاي هنظبطه؟ أول حاجة كامب ال7 أيام ده أنا جاية أتكلم معاك أقولك أنا عارفة إنه هيكون كتير، عارفة إنه هيكون زيادة عن الحد بصراحة، بس انت مطلوب منك تلم منهج ترم اول كله في ال7 ايام دول. طيب انا معاكي وموافق جدا وهقدر الم، بس شجعيني من العين دي قبل العين دي. طالما ان انت معايا انا هديك تذاكر ايه وامتى وازاي وايه المواد المتحدده، وهنزل لك كل كامب لوحده وكل كامب علشان تشتغل عليه. طيب هنمشيه ازاي او هنعمل فيه ايه؟ الكامب ده هينزل، يعني لو احنا هنمشي على حسب النهاردة هيبقى الساعة 12 مثلا، وهرفع لك التاني 12 الظهر بكرة. طيب ازاي انا هذاكر كل ده؟ ما اكيد انا عايزة انام، انا عارفة ان انت هتكون عايز تنام. انا دلوقتي قدامي حل من الاتنين وانتوا هتردوا عليا في الفيديو ده، وبرضه هرفع على الفيس وهرفع في كل مكان ازاي نقدر نمشيه. قدامك حل، يا ارفع مثلا الكامب كله مرة واحدة وهيبقى مضغوط وهيبقى كبير جدا، انا عارفة ان انتوا مش هتمشوا كله، يا ارفع جزء وجزء وانتوا هتبقوا مظبطين فيه. وانا شايفة ان الحل التاني احسن 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 مليون مرة. طيب هل انا لو مشيت معاكي على التحدي ده، لو انا لسه ما بدأتش من اول السنة، اقدر اوصل لمجموع كويس او اوصل لمستقبل حلو؟ هتقدر لو مشيت معايا خطوة بخطوة، لان انا هحاول بقدر الامكان ان في الكامب ده هنعوض كل اللي فات. يعني اللي ذاكر مثلا ساعة ولا 2 الفترة اللي فاتت، لا ده انا هخليك تذاكر 10. طيب انا مش هقدر اذاكر ده، انا ما بقدرش اصلا اقعد دقيقة، معلش هنحاول ويكفيك شرف المحاولة. يعني يكفيك ان انت بتحاول، يكفيك ان انت عايز توصل لمستقبل كويس، يكفيك ان انت بتعمل كل حاجة علشان تقدر عليها. طيب مثلا وانا افترض ان انا معايا هنا اهو
انا خلاص عملت لكم اول يوم اوريدي، وبعد ما الفيديو ده ينزل انا هرفع اول يوم وهنبدأ نطبق كل حاجة. نيجي مثلا لعلم الرياضة، ده على حسب ما اتذكر هو اللي قدامي دلوقتي. علم الرياضة انا هعمل فيه ايه؟ انا لو رفعت اللي هو نظام مفتوح، يعني انا هرفع مرتين الكم. هرفع مثلا ولنفترض العربي هناخد اول درسين، درس قراءة، درس بلاغة. طيب نيجي مثلا للانجليش، نيجي للانجليزي، هناخد اول بارت من اول يونت. طيب انا بقيت بيرفكت، يعني انت مطلوب منك كل يوم ان احنا هنخلص يونت، هناخد بارت المرة التانية البارت التاني، او لو انا هسيبه مفتوح هديك البارت كله على بعض. يجي مثلا للكيمياء هاخد الدرس الاول والدرس الرابع من الباب الاول، ولو انت اخدت عضوية فانا اوريدي هحط في الجدول اول درس. طيب نيجي مثلا لايه لسه معاكم، انت مثلا لو قلنا علم رياضة شغالين عليها، نيجي للديناميكا، نيجي للاستاتيكا، نيجي للجبر، ايا كان هنحدد منها جزء وهتترفع، هنمشيها بالنظام ده. طيب انا النهارده اخدت كيمياء، انا بكره هديك فيزياء، انا مطلوب مني ان انا اديك في المرتين جزء كويس من الكيمياء عشان نعوضه تاني يوم بالفيزياء. طيب انا واحد بقى خلاص وقفت من اللي انت بتقوليه ده، مش هعرف امشي. انت لو عايز تتابع معايا انا هبقى متابعه معاكم الاسبوع ده ال7 ايام بالظبط، هتابع معاكم على الفيس، هتابع معاكم على التليجرام، هتابع معاكم في كل مكان، حتى هنا انا هرفع المنتدى وهتابع معاكم في كل حته. يعني لو انت اشتغلت معايا كويس هتوصل مستقبل كويس، هتوصل لحاجة انت عايزها، هتوصل لهدف كويس. طيب نيجي بقى للنقطة اللي ناس كتيرة اول ما برفع الكامب تبدأ تتكلم عنها وتبدأ تبعتلي على صراحة ويبدأوا يبعتولي، انا واحدة مذاكرش غير بالليل. هذاكر اللي انت بتقوليه ده ازاي؟ انت دلوقتي طالبة مننا ان احنا نذاكر بالليل ونذاكر بالنهار. معلش انت لو قدرت تبرمج عقلك ان انت تذاكر بالليل وتذاكر بالنهار هتبقى كويس. طيب ليه؟ لان انت باختصار ايام اللي لان انت باختصار ايام الامتحانات هيبقى مطلوب منك ان انت تذاكر بالليل كويس والصبح تقوم تراجع علشان الامتحان، فانت مطلوب منك تذاكر في المرتين. انت بتقولي ايه؟ انت فين والامتحانات فين؟ لا، انت لازم تفتكر ان الامتحانات خلاص كلها 4 شهور بالظبط، قاعد قدامك ورقة الامتحان وهتحل وتجيب مجموع، مش هتحل مش هتجيب مجموع. هو انت بدأتي تحسسينا بالذنب؟ انت لازم تفوق، ان ما فوقتش الفترة دي خلاص اعتبر ان انت كده ما فوقتش، ان ما فوقتش الفترة دي اعتبر ان انت كده بتضيع نفسك. ازاي وانت قايلالنا ان طالما لسه في يوم او 2 نقدر نذاكر؟ طيب ما احنا فيها اهو، خلاص واحد خلص وخلاص هنبدأ 2، يعني ما عادش، يعني لازم تفوق بقى. يعني انت لو ما بدأتش خالص، ده انا بقولك لو ما بدأتش هتجيب. ليه بقى تعطل نفسك وليه تتلكع وليه تعمل كل ده؟ طيب نيجي لنقطة من النقط، الله اعلم النقطة كام، عدوا انتوا بقى. انا دلوقتي بذاكر وبعرف احل كويس، بس بعد ما بقفل الكتاب انا بنسى كل حاجة. النقطة دي بيبقى ليها اكتر من حاجة واكتر من علاج بصراحة. اما انت عندك انيميا وده بيسبب لك نسيان، في الحالة دي انت بتاخد حاجات للانيميا، سواء ادوية او مثلا ممكن اي عصاير. دلوقتي الفراولة موجودة، ممكن تشرب بنجر على فراولة. هل ده هيحسن الذاكرة وهل ده هيخليني افوق واقدر اركز في اللي انا بذاكره؟ هيخليك تركز جدا وهيخليك تفوق، بس لو انت ناوي ده. اصلا معلش انا مش فاتح الكتاب وعمال 1 2 3 4 اعد صفح، ما بذاكرش، انا مصدق بقى ان انا عماله اعمل كده، احدد واخلص واقفل وكده خلصت. كده انت اللي غلطان وانت الخسران ومحدش خسران غيرك. يبقى الاسبوع ده احنا قلنا ان احنا هنبدأ تحدي من اول الصفر. عايز تتابع معايا هحطلك اللينك بتاع الفيس بتاع التليجرام بتاع، هحطلك هنا لو انت ما عندكش اي حاجة تابع معايا هنا. ملكش حجة، حجاجك كلها خلصانة، مفيش اي حاجة تمشي وراها. هرفع كل يوم زي ما اتفقنا المرتين، وانتوا برضو رشحولي تحت في الكومنتات محتاجين ايه، وانزلوا تحت عرفوني انكم هتبقوا معايا، لان الناس اللي هتبقى معايا دي انا هبقى متابعاها واخد اسمها معايا وهحدد علشان كل يوم اقولك انت فين. بس لو هتتابع، اصل انا مش هدور على مصلحتك وانت مش عايز مصلحتك، يعني ده احنا كده بنلعب بقى. انا مش هاجي ادور عليك وانت في الطراوة اصلا. تمام.
طيب كده خلاص الفيديو بتاعنا خلص لحد كده. متنساش تعمل اللايك بتاعك اللي انت لسه ما عملتوش لحد دلوقتي. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.